النهاردة هنعمل لكم سمك التلحيس. أول مرة أجربه وعملت معاكم كذا مرة السمك، وهنشوف سمك التلحيسة ده اتعمل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عندنا ايه؟ سمكتين حلوين، عايزه اقول لكم زي العسل وحيين كده اهو، صابحين وزي الفل اهو. بصوا يعني انتوا شايفين السمك بيتكلم عن نفسه. واليوم ده جبت ايه؟ بطاطس، وهوريكم برضو ايه بقية الحاجة اللي انا ايه جبتها. هنعمله بقى سمك النهاردة القلي دهوت بالتلحيسة الحلوة بتاعتنا، وهنعمل برضو ايه سمك شوي بقى كده ونحشيه. وهوريكم طبعا، انتوا عارفين ان انا بحشي، ان انا ايه بشوي في البيت. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. السمك عايزه اقول لكم بيبقى شكله حلو قوي كده، وانت ايه شايفاه كده، تقولي سبحان الله وهو بيتلعب كده هوت ايه قدامك. رغم ان عايزه اقول لكم ان انا رحت زفاره خالص، بس تنتني لابسه بقى الهدوم دي لحد ما خلصت ايه تنظيف خالص، وبعد كده رحت بقى ايه مغيره. بصوا بقول لكم سبحان الله، بصوا جمال السمك عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. هنسيبه بقى كده هوت، واوريكم برضو ايه الشوي اللي انا ايه جبته. سيبته بقى كده هوت في المية كده اهو، وبعدين ايه هوريكم ايه السمك كده اهو زي ما انتوا شايفين. بس عايزه اقول لكم ظهره زي الفل وزي العسل كده خالص، ظهره جميل جميل جدا. معانا برضو سمك الشوي، هو يعني من نفس السمك، بس ايه جايباه ايه يعني وسط شوية عشان طبعا ايه الشوي. انتوا عارفين ان انا ايه بحب اشوي في البيت. بقول لكم ده هو اخو ده، بس ايه وسط شوية اهو. زي ما انتوا شايفين الاتنين جايباهم كده ايه مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا اللي أكل منه. وكان شوية عسل، كان شوية سمك زي الفل وزي العسل كده اهو. زي ما انتوا شايفين هو من حلاوته صراحة، وكانت ظهرها كانت حلوة جدا جدا كده خالص. دي سمكة الايه، سمكة البحيرة. احلى سمك تجيبيه الصبح كده وهو ايه، وهو لسه طازة كده بيتلعبك كده هو. بس حبيت كده اوريهولكم عشان خاطر طبعا انتوا عارفين الشوي ايه. انا ما بشوي في البيت بشيل بطنه كده بس، وطبعا القلي هيتنضف كله. فايه خدت بعضي بقى كده ايه، وقعدت في ايه في المطبخ في الارض، لان مش هقدر اعمل كل ده بقى ايه وانا واقفه. اهو زي ما انتوا شايفين حطيت الصينيه والقلي، وده ايه الشوي. الشوي طبعا مش بقول لكم مش بيتحك، يا دوبك بنشيل ايه المصارين بتاعته والنخشوش اللي هو جو اللي هو فوق ده. ما ينفعش تشيل تحط تسيبي النخشوش بتاعه. بصوا بقول لكم لقيتها مبطرخ، انا لقيت حوالي زي اتنين او تلاتة كده ايه مبطرخين صراحه ايه فيهم. بروح شايله كده اهوت، بوريكم بشيل بطنه واشيل النخشوش برضو، وبعدين ايه اروح ايه غسلاه. حبيت بس ان انا ايه اوريكم كده هوت التنظيف وايه، والآلية برضو هوريكم بايه بيتنضف برضو ايه ازاي. قلت اخلص ده كده بسرعة، لان ده كده ايه اللي احنا بنشيله ايه البطن كده ايه بتاعته. يا رب يكون فيديو النهارده كده يعجبكم وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. أو زي ما انتوا شايفين كده اهو، من زمان قوي طبعا ما عملتش معاكم أكلة سمك. فقلت بقى ايه ناكله كده ايه الأكلة كده ايه ديت أنا وحبايبي كده كده ايه كده كلهم حوالينا. وهوريهولكوا برضو ايه التلحيسة بتتعمل ازاي. طبعا التلحيسة أنا أول مرة أعملها قدامكم. قبل كده أنا قليت السمك بالمية الدقيق، وبروح حطاه في المية قبل ما أحطه إيه في الطاسة، عشان خاطر طبعا بنحافظه إيه على الزيت ما يتحرقش إيه مننا. ودي برضو التلحيسة ديت بتخلي الزيت إيه ما بيتحرقش. هوريكم برضو إزاي اهو. زي ما انتوا شايفين بنضفه كده كلته، وخلاص كده يعتبر ايه قربت ان انا اخلص. بشيل كده البطن كلها بالنخشوش بتاعه اهو، واروح حاطه بقى ايه على الحوض، واروح ايه منضفه التاني بالمره، عشان الاتنين يعني ايه هغسلهم مع بعض.
حبيت بس ان انا اقطع الفيديو واروح ايه عامله الفيديو ده ايه تاني. هنا بقى القلي مش هطول بقى ايه معاكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، الواحده كانت داخله على نص كيلو كده اهو زي ما انتم ايه شايفين. والله هو الكاميرا ظلمه خالص. بصوا هو طبعا كان صابح قدامكم وكان حلو زي الفل. هنا انا ما بشيلش الديل ولا بشيل يعني وجهة السمك كده هوت اللي فوق، عشان لما اجي اقليه بتبقى ايه مديه شكل السمكه بالمره يعني. في ناس بيشيلوا الحته اللي فوق دي خالص كده كلها، وفي ناس بيسيبوها كده. انا طبعا بسيبها، بس بتشيلي بقى ايه النخشوش بقى بتاعها كده زي ما انتوا شايفين، وبتشيلي بقى ايه المصارين. عايزه اقول لكم كانت سمنه خالص السمك، عبارة عن سمكة كده هو عن يعني سمنة كده خالص. سمك البحيرة ده بيبقى حلو وجميل وزي الفل. انت بتعرفي سمكة البحيرة بتبقى ليها ظهر كده ايه وحلو. برضو بجيب المعلقة كده واروح ايه عاملة السفة بتاعها اهو كده هوت. كلته كده عملته وانا قاعدة اهو زي ما انتوا شايفين. المعلقة دي بتحبك كده هوت ايه، ما تخليش السفة ان هو يطرطش ايه معاك اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا ما عنديش قشرة سمك، المعلقة ايه هي التقشيرة بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. هننضفه بقى كده هو واغسله واوريهولكوا طبعا هو ايه والشوي. معلش انا طولت معاكم شوية عشان في برضو ايه بنات بيحبوا ايه التفاصيل الحاجات دي كلها. هنا بقى حضرت مصفتين كده هوت. وهنغسل بقى القلي وهنغسل برضو الشوي. هغسله بس من ايه من جوه بس. والقلي بقى بيتغسل بقى برضو كده وتحكيه بقى كده حلو خالص عشان ميبقاش فيه دم كده، ولا من ناحية الراس كده من فوق من فوق مكان النخشوش كده. تروحي غسلاه كده ومخلياه قشطة كده خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هنغسله برضو كله، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه برضو كده اهوت، لان السمك طبيعي بياخد معانا وقت. يعني لما يكون معانا كده كمية لازم هتاخد وقت معاكي. بعد ما خلصت السمك ده كلته، عايزه اقول لكم رحت جبت سمك تاني، بس هقول لكم فين بالظبط. في انه مقطع هبقى اوريكم. انا ورحت جايبه كيلو تاني، لان حسيت ان السمك القلي هنا شويه، فرحت رايحه جايبه تاني اهو زي ما انتوا شايفين. خلصت ده وخلصت ده اهوت. وهنجيبوا ايه تاني. بصوا هنا البطاريق حطيتها في ايه يعتبر في سمكية واحدة، والايه والسفة زي سايباه كله. بصوا شلت النخاشيش وكلها كده. ده بقى الخضار اللي انا كنت جايباه، الاربع بصلات دولت من جوه عندي طبعا. وجبت جرجير وجبت فجل. الفرق بين بصوا ده جرجير وده جرجير والتاني ايه فجل. وجبت فلفل اخضر وطماطم ومحضره البصل عشان خاطر ايه نعمل الرز بتاعنا. وجبت خيار وجبت زيت وجبت فلفل. واهم حاجه جبت بقى ايه النعناع بتاعنا المنعنع كده. ايه نشربوا بقى شاي بالنعناع بعد ايه بعد اكلة السمك. والبتنجان هنعمله سلطة ان شاء الله، يعني بابا غنو. بس هوريكم برضو حاجة حاجة كده عشان ما اطولش عليكم. حمرت البصلاية اهوت. وايه وعملت البتنجان ده هحطه بقى في الخلاط او في الكبة، واحط له طحينة واضربه ايه في الخلاط في الكبة او في الخلاط. وحضرت بقى ايه الحشو بتاع السمك، والحشو بتاع السمك القلي. السمك الشوي ده فاضل الخضرة والبصل، مش هحط الا في الاخر اهو. وريتهولكوا تاني، مش هحط البصل دلوقتي. بنحشيه بقى خضرة وبصل وتوم وفلفل اخضر وكمون وشطة. ده الايه للسمك ايه الشوي. السمك القلي بقى بنحطه برضو زي ما انتوا شايفين. بعصر ليمون، وممكن تحط نطرة خل، يعني حتة حبة صغيرة، بس اهم حاجة الليمون والشطة والكمون وكزبرة. طبعا الشطة الحمراء بقى اللي انتوا شايفينها دي طبعا اللي هي اللي احنا ايه بنبقى مخزنين. بتبقى ايه بقى طعمة وجميلة وزي العسل. واهم حاجة الثوم والكمون ابعدها لكم تاني اهوت. وتسيبيه بقى كده يشرب ملح بقى الحلو الجميل كده اهوت لحد ايه ما تيجي تقليه. ولحد ما نعمله التلحيسة بتاعتنا. هنشوفوا بقى التلحيسة بتاعتنا دي بتتعمل ازاي، اللي حيرت الناس وحيرت البنات. لو انه هو كله بيبقى سمك واحد، التلحيسة دي عايز تعمليها كده لو هتاكليه على طول في ساعتها خلي بالكم.
واحنا عملنا كده ان احنا كان عملناه وهو سخن، كان هو سخن كان زي العسل وطعمه زي الفل. اهو زي ما انتوا شايفين عملته كلته وشربته كده هوت ايه، من التتبيلة بتاعته الحلوة دي، وسيبته بقى كده هوت يشرب ملحه كده هوت، ويبقى ايه طعم كده وزي الفل. دي طبعا ايه اهم حاجة في السمك، اللي انت تحشيه وتسيبيه يشرب ملح. اهم حاجة ان انت تسيبيه ويشرب ملح، كده هتطلع معاكوا سمكية زي الفل. واللي هنشويه برضو هحشيه برضو، بس مش قدامكم بقى، انا وريت لكم الحاجات اللي انا ايه هنحشيه فيها، اللي هي ايه الخضرة والطماطم والجزر والبصل والبهارات برضو بتاعته اللي انت بتحطيها للمقلي بتحطيها في الشوي برضو. لان طبعا مش هوريكم بقى ايه الحشو بتاع السمك، لكن هوريكم ايه الشوي. طبعا انا بشوي اهوت زي ما انتوا شايفين على البوتاجاز اهو، بسم الله ما شاء الله زي الفل وزي العسل. ريحي دماغك واعمليه في ايه في البيت. وانا بعمل بقى هنا التلحيسه، قال لك لا السمك ده شوي، ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب جوزي، قال لي لا روح هاتي كمان ايه 4 سمكات كده كبار دولت على فكره اهوت. بصوا برضو رحت ايه منضفاهم بقى كده ايه في ساعتها. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، الواحدة يمكن هي داخلة على النص كيلو. بصي السمكية كانت طازة طبعا اهي زي ما انتوا شايفين زي الفل وزي العسل. نعمله بقى التلحيسة بتاعتنا، وقبل ما نعملها بوريكم ان انا عملت السلطة، خيار وطماطم وخضرة وفلفل حراق وايه والجزر. التلحيسة بقى بتاعتنا هي طبعا حاطة السن البابريكا اللي انتوا شفتوها اللي بعيد دي، كاري وكركم وكمون وكزبرة، وتحطي بقى ايه الدقيق معانا. الدقيق كده هوت يعني تحاسبي ان انتي ما تحطيش المية مرة واحدة عشان ما ايه ما تخفش منك، لو خفت منك هتحطي ايه هتحطي دقيق زي ما انا ايه حطيت برضو ان هي خفت مني، ورحت ايه حاطه لها دقيق، وبعد ما حطيتها لها دقيق خففتها تاني لان حسيت ان هي ايه تقيلة بعد ايه ما حطيت الدقيق. وهنا الكركم كان شوية، رحت برضو حطلها بقى ايه شوية كركم تاني كده عشان تدي اللون الحلو الجميل اللي انتوا ايه هتشوفوه. هو بسم الله ما شاء الله كانت حلوة وجميلة، وانا طبعا جربت معاكم اهوت التلحيسة وبرضو السمك، هو السمك دقيق وزيت وخلاص بيبقى حلو زي الفل. بس احنا بقى ايه بنحب ان احنا ايه نشوف الحاجات اللي احنا ايه ما جربناهاش. هنا اهوت زي ما انتوا شايفين حسيت ان هي خفيفة كده اهوت، ورحت ايه واخده بقى ايه معلقتين برضو ايه دقيق، مرضتش احط عليها بقى، اخدت كده في المصفى وقعدت ادوبهم كده اهو عشان ما يكلكعوش في قلبها كلها لحد ما دابت، وتقلتها كده ايه سنة صغير. ووريت لكم اهوت السلطة عاملاها، قلت عشان ايه يبقى كله فيديو ايه واحد. اهو زي ما انتوا شايفين هي حلوة وجميلة وزي الفل، وبيبقى كل حاجة تغيير في الأكل اهوت زي الفل وزي العسل. أهم حاجة ما تحطيش بابريكا كتير عشان خاطر البابريكا بتغمق ايه السمكية. بصوا عايزة اقول لكم ال- المطبخ عندي يمكن هو افتح حاجة في في النور. يلا الحمد لله برضو زي ما انتوا شايفين زودت لها برضو شوية ملح كده اهوت، وديت اللي هي الدقيق اللي هو لوحده حطيت عليه سنة ايه ملح كده ايه بسيط. بس بالامانة انا ما حطيتش اصلا نشا، بس طلع جميل وزي الفل. عايزة تحطي ما تحطيش براحتك. هنا بقى ايه يعتبر السلطات اهوت عملتها، والمخلل والسلطة حراقة وسلطة باردة، وده البتنجان اهوت غطيته كده اهوت. عشان طبعا ايه لما احنا ايه بناكله كلنا لما بنكون جماعة بناكله ايه في الأوضة اللي فوق اهو. غطيته كده اهوت زي ما انتوا شايفين، وخيار مخلل وخيار اللي احنا كنا عاملينه السريع والسلطات لسه ايه. دي بقى المية اللي هي بتاعت السمك الشوي. هنا بقى كان ايه حازم ابن بنتي هو اللي بيصور. معلش على قد تصويره بقى زي ما انتوا شايفين بنحطوها كده في الدقيق وتنفضيها بقى كده حلو. وطبعا التلحيسة بتاعتنا بتروحي حطاها فيها، وبتكوني حطاها على البوتاجاز. اهم حاجة ما تحطيش والنار عالية، تكوني حطاها والنار وسط عشان خاطر ايه السمكية ما تلاقيهاش من جوه نية. يا دوبك كده تحطيها وتروحي ايه موطيه عليها في الاول لحد ما تشد بعضها كده، وتقلبيها كل شويه، مش شرط انها تستوي مره واحده كده لا، قلبيها مره واتنين وتلاته الواحده كده عشان خاطر ايه
تستوى معاكي، ما تبقاش نية كده ايه من جوه. وحاطه الطاسه، يعني حاطه الصينيه بتاعت السمك برضو ايه الشوي، لان خلاص الوقت بتاعنا كده كنا متاخرين وعايزين ايه نتغدوا، لان اتاخرت ايه معاهم شويه. زي ما انتوا شايفين اهوت، حطيت في طاستين عشان خاطر اسعف، وفي نفس الوقت محرصه ان السمكايه ما تبقاش ايه نيه. سامحوني عشان الضوء هنا مش مبين السمكايه قوي، بس عايزه اقول لكم طالع شويه سمك زي العسل زي العسل، وفعلا طلعت حلوة التلحيسة كده هوت. والضوء طبعا مش مبين حق السمكية خالص. حتى الرز عايزة اقول لكم بصوا السمكية لما بتيجي تدوق فيها بتبان اهيت ان هي حلو، لكن لما الكاميرا بقى هي بتاعت اللي ايه مش مظبوط. طبعا فين الرز بقى بعد كل ده؟ الرز في الصالة، وعايزة اقول لكم النور في الصالة كان ساعتها مطفي يا دوبك، بصوا مبين لنا كده بس الرز. لان بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.